اخواتي يا اخواتي، بصوا يا حبايب قلبي، حبة كشري لوز اللوز. قبل اي حاجة عاملين ايه؟ وحشتوني وحياة ربنا، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كل لوزة بتتابعني وحشتني وحشتني وحشتني. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وقبل اي حاجة عايزين نصلي على النبي، ماشي؟ وعايزين نذكر الله، وربنا يا رب يحسن كده ما بين ايديكم. بصوا حبة الكشري بيتكلموا عن نفسهم. تعالوا بقى ايه، نبدأ بس بصلاة كده على النبي. وتعالوا نبدأ كده بالبصل. بصوا بقى، البصل انا حطيت عليه 3 معالق دقيق، وحطيت معلقتين نشا. تمام. طبعا ايه، انت هتقلبي دلوقتي في بعضه. طبعا انت حاطه الزيت على النار عشان طبعا يسخن اهو. طبعا احنا بنحط النشا يا اخواتي عشان النشا هي اللي بتنشف البصل. هتقومي دلوقتي حاطه البصل تحطي البصل في مصفى، ماشي؟ وتقومي ايه واخده بعضك، نخله الدقيق والحاجه. تمام. هنا طبعا انا بوريكم الحمص انا حاطه فيه بصلايه وطماطمايه، وحاطه فيه توم وفلفل اسود، وحاطه فيه كمون وكزبره ناشفه. تمام كده. ايه انت بصي اهو بتعملي دلوقتي انا هنخل لكم الدقيق. لو وصلتي لحد هنا يا قلب اختك ما تنسيش اللايك والمتابعه يا قلب اختك. اتفقنا. والدعوه الحلوه اهم حاجه. طبعا هنا ايه حطيت اهو في الطاسه، محدش عيب على الطاسه دي في اي بيت. اتفقنا. بصوا بقى، طبعا حطيت في الزيت سخن جامد. تمام اهو. طبعا بصوا هيطلع حاجه كده لوز اللوز. تعالوا بقى نشوف الصلصه انا حاطه هنا، حطيت زيت من بتاع البصل. سبته يدقح، وبعد كده رحت حاطه عليه الطماطم. بصوا البصل، لوز اللوز يا اخواتي، لوز اللوز. بصي يا قلب اختك بيتكلم عن نفسه، يا قلب اختك بصي يا بت تعلمي. تسلم ايدك يا بنتي يا تمارة يا قمر. انتي بصي حاجه كده لوز اللوز. طبعا حطينا ايه، فلفل اسود وكزبره ناشفه وكمون وملح. طبعا التوابل الرئيسيه اللي هي بتاعت الكشري الفلفل الاسود والكمون والكزبره بس، ما بتحطيش اكتر من كده. طبعا بصوا المكرونه، طبعا انا حطيت الانواع اللي عندي من كل نوع حبه صغيرين. انت بقى عايزه تحطي نوع واحد نوعين على حسب تكلفتك يا قلب اختك، حطي وما يشغلكيش. تمام، كل واحد ادرى بظروفه. هنا طبعا انا حطيت الزيت برضو بتاع البصل. احنا ما استعملناش يا اخواتي في في اكله الكشري بتاع اللي مثلا ما خدناش زيت جديد، لا هو كله الزيت بتاع البصل. بصي يا قلب اختك، حطينا فلفل اسود، كزبره ناشفه وكمون برضو ملح. ناخده تشويحتين، وبعد كده حطينا الميه انا بزودها يا اخواتي عشان باخدها للرز. تمام اهو. لو وصلت هنا يا قلب اختك ما تنسيش المتابعه واللايك. حطينا ايه، فلفل اسود وكزبره ناشفه برضو على الطماطم، وحطيت كمون، ومن ورا الكاميرا انا حطيت سكر. بصي يا اخواتي صبعي متعور والله، كنت بروق المطبخ عشان ترويقه رمضان، وما اقولكوش يا اخواتي صبعي ايه اللي حصل له والله، بقى الدم نازل كده الحمد لله. طبعا انا سقيت هنا المكرونه وحطيت برضو عليها زيت. انا ما غسلتهاش المكرونه يا اخواتي، ما بتتغسلش المكرونه، ما بتتغسلش، انت بتحطي فيها زيت. حطينا طبعا فيها زيت اللي هو بتاع البصل. هنا طبعا الشعريه اللي هو الرز بالشعريه، انا ما بعملش بصراحه الشعريه لوحدها، انا بعمل الرز بالشعريه اهو. حطيت برضو زيت من بتاع البصل وقلبت. بصوا صبعي، صبعي الحمد لله اهو. طبعا بصوا اهو بنحط الميه بتاعت بتاعت العدس. طبعا الميه لو ما كفتش عايز تحطي ميه من بتاعت الحنفيه عادي حطي. بنحط له ملح، طبعا مش بنحط له كمون ولا اي حاجه، لان الميه بتاعت العدس فيها توابل. تمام اهو. بصي يا قلب اختك اهو، حاجه كده يا اخواتي لوز اللوز. لو وصلت لحد هنا يا قلب اختك ما تنسيش المتابعه واللايك والدعوه الحلوه. اتفقنا. بصوا الحمص، انا طبعا بوريكم الحمص وانا بغرفه. بص الرز مفلفل وحاجه كده لوز اللوز. تسلم ايدك يا بنتي يا تمارة يا قمر
طبعا يا اخواتي دي قناتي وصفات ام تمارة وتالة، ماشي، وما تنسوش تتابعوني عليها عشان يوصلكوا كل جديد يا قلب اختك انت وهي. اهو بصوا حاجه كده، انت بقى زي ما انت عايزه احط طبقه الرز الاول طبقه المكرونه الاول براحتك، بس انا بصراحه هو طبعا المعروفه تحطي الرز وبعد كده المكرونه وبعد كده الحاجات ايه اللي هي فوق بعضها. طبعا انتوا ايه هتوحشوني طبعا يا اخواتي، ويا رب كنت خفيفه النهارده على قلبكم. كل سنه وانتوا طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا قلب اختك. سلام.